اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قصة جديدة للكاتبة مريم. كانت قاعدة بطلة قصتنا بنت صغيرة مع عيلتها وهي بتاكل معاهم على السفرة، وهم قاعدين بياكلوا. يلا يا حبايب ماما يا حلوين، عايزة كل واحدة فيكم تخلص طبقها بسرعة بسرعة، عشان بعد ما نخلص الأكل هيكون في مفاجأة كبيرة قد كده. مفاجأة؟ هي احنا بنحب المفاجآت بتاعتك قوي يا ماما. هتودينا الملاهي ولا هتودينا فين؟ هوديكم مكان نفسكم تروحوه من زمان قوي. يلا بقى، انا عايزه اعمل مسابقه بينكم انتوا الاتنين. يلا مين فيكم هتخلص اكلها بسرعه؟ حياة وأريج البنتين الصغيرين كانوا قاعدين بيحاولوا يخلصوا اكلهم. أريج، ممكن لما تخلصي اكل تبقي تلعبي معايا اللعبه اللي بحبها؟ ماشي، بس انتي كمان خلصي اكلك بسرعه عشان تكسبي المسابقه اللي ماما عاملاها لنا. ماشي، استني بس اكل صباع المحشي ده، احسن بجد عجبني من اول ما قعدنا على السفره. وبعد لما قريش خلصت اكل راحت تلعب مع حياة. هما متعودين انهم يلعبوا بعد الاكل لعبة دايما اسمها اكس او، وكانت على طول حياة هي اللي بتكسب عشان كان مستوى ذكائها عالي قوي في اللعبة دي. اتقمصت قريش وقعدت تعيط. يو بقى، ايه يا حياة، انتي كل مرة تكسبيني كده؟ عيب عليكي، هو انا اتغلب برضه في اللعبة دي؟ ده انا من ساعة ما اتولدت يا بنتي وانا بلعبها معاكي وبرضه بغلبك. ماليش دعوة، انا عايزة اكسب مرة بقى. انت ليه مش بتخليني اكسب؟ ما يبقاش عقلك صغير يا أريج. الله، لما تكبري هتبقي تكسبيني، مع اني اظن بقى ان ده عمره ما هيحصل ابدا. اخصى عليكي كده برضو، انت باردة قوي وانا خلاص مخصماكي. انت اللي باردة، انا كمان مخصماكي. ما تعصبينيش، ما تخلينيش اقوم اضربك واجيبك من شعرك. أريج قعدت تضحك، حياة هي كمان قعدت تضحك. عبير مامتهم جت وقعدت تقول يا بنات يا بنات، وبعدين بقى بصوتكم اللي طالع ده. أريج وحياة في صوت واحد، نعم يا ماما. اجهزوا يلا عشان نازلين دلوقتي، رايحين على المفاجأة اللي قلت لكم عليها. أريج قعدت تقول لها بقول لك ايه، انا اللي هلبس الفستان الاخضر، انتي اخر خروجه لبستيها انتي المره اللي فاتت. حياة قالت لها لا، انا اللي هلبسه، انا اصلا بحب اللون ده وانتي عارفه كده كويس. يوه لا ماليش دعوه، هو انتي كل شويه تغلبيني وكمان عاوز تاخدي الالوان اللي انا بحبها؟ انتي عقلك صغير قوي يا أريج. خلاص البسي يا اختي الفستان الاخضر، انا هلبس الاحمر. يلا يا بنات يا حلوين، زي ما احنا متعودين، مين فيكم يدخل على الحمام قبل ما ننزل؟ انا يا ماما اللي هدخل. لا يا أريج، انا اللي هدخل، انا اللي قلت الاول. لا انتي كنتيش اصلا، انا اللي قلت الاول. وبعدين بقى فيكم يا بنات كل شويه متخانقين مع بعض كده، انا خلاص بجد هزعل منكم وهلغي المفاجاه اللي انا عاملاها لكم. خلاص يا ماما، ادخلي يا حياة انتي الحمام الاول. دخلت حياة وهي بتطلع لسانها أريج. أريج فضلت تزن وتعيط، وحياة دخلت وقفت على نفسها الباب بسرعة، وبعد شوية خرجت وهي بتغيظ في أريج من تاني. فأريج قرصتها وقالت لها تستاهلي عشان انتي واحدة أصلا فراسة. قامت حياة قعدت تعيط. قامت أريج داخلة الحمام، وبعد ما خرجت قالت أنا آسفة يا حياة، أنا عارفة إن القرصة وجعتك. قامت بستها في خدها وقالت لها وأنا كمان آسفة عشان طلعتلك لساني. يلا يا بنات بقى، اتأخرنا، بابا قاعد مستنينا. ماشي، يلا يا ماما. ماما مش هتقولي لنا بقى احنا رايحين فين؟ مش هقول لكم، هتعرفوا بنفسكم لما نوصل. يوه عاوز اعرف بقى. قلت لا. شكل كده مفيش فايدة معاكي. ماشي يا ماما، يلا بينا. وبعد فترة العيلة كلها جهزت. آدم باباهم قال عبير روح انت اشحني التليفون الأول، اسبقينا واحنا هنيجي وراكي. تمام، هستناك على اول الشارع. أريج قالت لا يا ماما، خديني معاكي. لا يا حبيبتي، انا جايه تاني بسرعه، بطلي زن بقى. لا خديني معاكي، انا عايزه اروح معاكي، ما تسيبينيش. وقعدت تدبدب في الارض وتعيط. يوه ادي الخروج معاكم، اطلعي انت يا عبير يلا بسرعه وانا هسكتها. تمام ماشي. ونزلت عبير تشحت التليفون، وادم قعد يسكت في أريج اللي ما كانتش راضي يسكت ابدا، ما كانتش راضي يسكت وعماله تدبدب في الارض وتعيط وتقول انا عايزه ماما، ماليش دعوه، عايزه ماما. راح ادم اخدها ونزل بيها وحياة وراهم لحد ما وصلوا عند اول الشارع. أريج شافت عبير جايه من بعيد، فسابت ايد باباها وجريت عليها حضنتها، بس كانت في نص الشارع، وادم طلع يجري وراها عشان يعاقب أريج على اللي هي عملته، انها جريت ناحيه العربيات. ولما لحقها ومسك ايديها ومامتها مسكت ايديها من الناحيه التانيه، ما لحقوش يعدوا الشارع، وكانت في عربيه كبيره جدا، شحنه كبيره قوي
كانت ماشية بسرعة وما قدرتش تفرمل، وعلى آخر لحظة كانوا ال3 ميتين في الأرض. أما حياة فكانت واقفة على الرصيف التاني ومش واخدة بالها من اللي بيحصل، كانت ماسكة التليفون ومشغولة بيه، لكنها اتفاجئت إن باباها ومامتها وأختها ال3 واقعين في نص الشارع وسايحين في دمهم. لما رفعت راسها عشان تشوف صوت الصويت ده كان ايه، لقت المنظر ده قدامها. اتصدمت لما لقيتهم كلهم في نص الشارع وهي عمالة بتعيط، كل اللي طالع عليها دموع نازلة من عينيها. جريت حياة على مامتها وباباها وأختها وهي شايفاهم سايحين في دمهم. حياة بصويت: قوموا بقى، انتوا بتهزروا معايا ولا ايه؟ يلا قوموا، انتوا نايمين صح ولا ايه؟ يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، مش قلتي ان في مكان هنروحه مفاجأة؟ يلا قومي بقى عشان نروح. يا بابا انت كمان كنت بتقول هتودينا مع ماما واتأخرنا على الميعاد. يلا قوموا بقى عشان نروح. أريج قومي يا حبيبتي، خلاص ما تتقمسيش مني، انا عارفه انك بتمثلي. هخليكي يا ستي تكسبيني في اللعبة وتلبسي اللون اللي انت عاوزاه وتدخلي كمان الحمام قبلي، ومش هزعل منك ولا خصمك ابدا. وقعدت تهز فيهم وهم خلاص جثث قدامها. بصت على ايديها لقيتها كلها دم. فضلت تصوت 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 بصوت عالي وبشكل هستيري. وبعد كام يوم كانت جلالة عيلتها. فضلت حياة تعيط وهي حاضنة دبدوب اختها الصغيرة. قرايبها محدش فيهم رضوا ياخدوها لان هما كلهم كانوا على مشاكل مع باباها ومامتها، فقالوا احسن حل يودوها ملجأ بدل ما يتعبوا نفسهم معاهم. حياة البنت الفرفوشة اللي كانت مالية البيت كله ضحك بقت ما بتتكلمش ابدا وبقت فاقدة النطق، ما بقتش بترد على اي حد. اهلها ودوها الملجأ وهي ما كانتش اصلا واخده بالها هي فين، كانت في عالم غير العالم. مديرة الملجأ قالت: يا اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك، عاوزين تتبنوا بنت ولا ولد، ولا جايين تتبنوا بنت وولد بقى الاتنين مع بعض؟ الخالة قالت: لا الحقيقة بصراحة احنا جايين ببنت عيلتها ماتت من كام يوم، خدوها احنا مش عاوزينها. طيب لازم تمضوا على اجراءات الاول عشان نعرف اذا كنتم عايزين يكون في اي صلة ما بينكم وما بين البنت ولا لا. خالة حياة قالت: اكيد لا، مش عايزين اي صلة ما بيننا ولا عايزين نعرف اخبارها اصلا. مديرة الملجأ استغربت لكن هي متعودة على الموضوع ده كتير. طيب اتفضلي وقعي على الورق ده. وبعد ما خلصوا الاجراءات مديرة الملجأ قالت: انتي يا حبيبتي اسمك ايه؟ حياة ما ردتش كأنها كانت في عالم تاني مش معاهم اصلا. مديرة الملجأ قالت لها: انتي مش بتردي ليه، هو انتي خارصة؟ حياة برضو ساكتة. مديرة الملجأ قالت لها: شكلك مش بتعرفي تتكلمي، ولا انتي بتعرفي ومش عايزة تتكلمي؟ حياة برضو كانت ساكتة. مديرة الملجأ: طب تعالي هوديكي اوضتك، في بنات في سنك على فكرة هتتبسطي معاهم قوي. وبرضو حياة ساكتة ماشية معاها وهي ساكتة خالص. يا حرام، انتي بجد حالتك صعبة جدا، اهلك ماتوا قدام عينيكي. وهي ماشية معاها وعمالة بتتكلم معاها طول الطرقة، لكن البنت كانت ساكتة لحد ما وصلت لباب العنبر اللي هتحطها فيه. دخلت وقالت: يا ولاد يا بنات، اعرفكم دي بنوتة جديدة اسمها حياة، هتقعد معانا في الملجأ هنا. بقول لكم ايه، مش عاوزة شقاوة يا ولاد، اتعاملوا معاها بلطف عشان هي بجد حالتها صعبة قوي. غراب قالت في سرها: مين دي اللي المديرة قالت عليها اسمها حياة؟ انا عاوزة نكون انا وهي اصحاب بقى. حازم قال في سره: يا سلام، اهي بنت جديدة نتسلى بيها شوية. مديرة الملجأ قالت لها: يلا يا حبيبتي خشي، انتي هتبقي تنامي هنا. حياة راحت على السرير المديرة شاورت لها عليه وقعدت في ركن السرير وضمت ركبتها تحت دقنها وفضلت ساكتة وهي على الوضع ده. المديرة بصت لها بحزن ومشيت من المكان بعد ما قفلت باب العنبر. حازم قال في سره: ايه البت دي، ايه القعدة اللي هي قعداها دي، وليه مش بتتكلم؟ لا انا احسن لي ما احبش اجي جنبها ابدا. غرام قالت: يا حلاوة لله يا رب، يا عيني البنت دي شكلها تعرضت لصمدة جامدة عشان كده مش بتتكلم يا عيني، انا زعلانة عليها قوي، صعبانة عليا. حياة كانت بتقول في سرها: كده انا ماليش لازمة، اهلي ماتوا وقرايبي باعوني واترميت في ملجأ، انا خلاص ما عنديش بيت، ماليش لازمة في الدنيا، العابي وهدومي وحياتي مع اختي كل حاجة ضاعت، انا حياتي خلاص هكملها ازاي من بعد عيلتي كلهم ما راحوا، انا صوتي ده مش هيطلع مني تاني ابدا. وحضنت دبدوب اختها
جامد قوي، يمكن يحسسها بالأمان. وبعد شهرين كانت حالة حياة ما اتغيرتش خالص، ما كانتش بتتكلم، محدش سمع صوتها ده أبدا. بتقعد كل يوم حاضنة الدبدوب بتاع أختها على طول كده على الوضع ده، مش بتسيبه أبدا. بتاكل أكل قليل قوي قوي يا دوب بيغذيها. أما غرام فكانت بتراقب حياة على طول، نفسها تروح لها تكلمها بس ما كانتش راضية، عشان حالتها ممكن تسوء لو حد جه واتكلم معاها أو ضغط عليها إنها تتكلم. حازم كان مستغرب حالة حياة وزهق منها وقال، بيقول في سره يعني، أنا ماليش دعوة بقى، أنا راح أخد منها أكلها، ما هي كل يوم مش بتاكله أصلا. راح حازم عند حياة وقال لها، انتي أصلا مش بتاكلي، هاتي الأكل ده. حياة بصت عليه ورجعت تاني تبص على الأرض. مسكها من ياقة قميصها وقال لها، ايه اللي الأدب دي؟ مش أنا بكلمك تردي عليا. حياة بصت له وفضلت ساكتة. حازم اتعصب إنها ما ردتش عليه، راح ضربها بالقلم على وشها، خدها ورم مزرق، بس هي برضه ما عملتش أي رد فعل. حازم أخذ الأجل. غرام اتعصبت قوي وجريت على حياة وقالت لها، انتي كويسة؟ حياة بصت لها وحياة بتقول في سرها، مين البنت دي؟ أنا ما خدتش بالي منها وهي بتساعدني ليه أصلا؟ انتي كويسة؟ قام رجع تاني حازم ولسه جاي يمسكها من شعرها ويرخم عليها، قامت غرام اتدخلت وقالت، انت بتعمل كده ليه؟ انت اخدت اللي انت عايزه منها، سيبها بقى. حازم اتعصب وراح بص لغرام وضربها هي كمان بالقلم. غرام كانت حاضنه حياة، ولما القلم نزل على وشها وقعت من على السرير من قوة الضربة. حياة وقتها اتعصبت وبصت لحازم بصة خلته يترعب جدا جدا منها. راح رجع مكانه بسرعة. حياة اتحركت ناحية غرام وطبطبت عليها. غرام قعدت تعيط واترمت في حضن حياة. حياة قعدت تطبطب عليها، وبعد لما غرام هديت بصت لها وقالت لها، انتي كويسة؟ حياة اكتفت بهزة بسيطة جدا من راسها. غرام قالت لها، طيب ممكن اطلب منك طلب؟ حياة فضلت ساكتة. بصراحة انا حاسة بوحدة واتمنى يعني ان احنا نكون اصحاب، هو ده ينفع؟ حياة بصت لها برضو وهزت راسها هزة خفيفة بمعنى ماشي. غرام ضحكت وقالت لها، خلاص يعني انا من النهارده صاحبتك، طب انتي هتحكي لي عن نفسك بقى ولا لا؟ حياة برضو فضلت ساكتة. فهمت غرام انها مش عاوزة تتكلم في الموضوع. غرام قالت لها، طيب يا ستي بما انك مش عاوزة تتكلمي انا هحكي لك عن نفسي، تمام؟ حياة هزت راسها بمعنى ماشي. حياة قعدت تاني نفس قعدتها وبدأت تسمع غرام. انا اسمي غرام، لما اتولدت لقيت نفسي هنا، معرفش انا بنت مين ومعرفش اذا كان اهلي لسه عايشين ولا لا. انا عندي 7 سنين ونص. الولد اللي ضربك ده اسمه حازم، ده بيضرب كل اللي هنا، هو والاتنين معاه دول، محدش بيقدر يمنعه ابدا عن اللي هو عاوزه، عشان بصراحة هو ايده تقيلة قوي وضربه جامد والكل بيخاف منه. حياة هزت راسها بمعنى انها تكمل كلامها. انا بحب اللون الوردي قوي. حياة طمنت للبنت دي عشان هي بريئة جدا، وارتحت لها كمان لانها ساعدتها. وعند جاسر، هو دكتور نفسي، كان قاعد وبيتكلم مع والده. بابا انا بصراحة زهقت، كل الحالات اللي بقابلها تقليدية، بجد اتخنقت. شوف يا جاسر، انا متواصل مع ملجأ، هنروح ونشوف حد كويس كده يمكن تتبنى حالته وتتكلم معاه براحتك. يا بابا ده الملجأ التالت اللي نروح له، يا رب يكون في حد تفكيره سليم عشان ننجز الموضوع ده. ان شاء الله نلاقي حد كويس ان شاء الله يا بابا. وبعد اسبوع مديرة الملجأ دخلت عليهم، يا بنات يا ولاد افرحوا، يلا صاحب شركات الشرق الاوسط جاي هنا وهيتبنى حالة منكم عشان يعالجها نفسيا. يلا بقى انتوا شطارتكم، عايزه العنبر ده يكون زي الفل، يلا اللي يكنس واللي يمسح واللي ينظف، عايزه ريحه العنبر تبقى ايه زي الفل، يلا يا ولاد يا بنات. حازم جو قال، وده مين ده اللي جاي بقى ان شاء الله؟ هيتبنى يا حازم اللي يعجبه يا حازم، سواء ولد ولا بنت، انا عارفه ان انت ولد مشاغب، عايزاك النهارده تكون كويس يا حازم، تمام؟ غرام راحت عند حياه. شكلك كده يا حياه مش مهتمه بالموضوع. هزت راسها كده بأيوة. انا مش هسيبك ابدا، حتى لو كان الشخص ده عاوز يتبناني انا عمري ما هسيبك. بصت لها وابتسمت ابتسامه خفيفه. غرام رجعت تاني على سريرها، وفجأة دخل شاب بالأوضة بتاعت البنات والولاد وقعد يبص عليهم. حياة لاحظت دخول حد غريب الأوضة،
بس ما عملتش اي رد فعل زي معظم الاطفال اللي كانوا موجودين. جاسر دخل عليهم وقعد يبص عليهم، ولفت انتباهه جدا حياة اللي كانت في ركن كده صغير في السرير وحضنة الدبدوب بتاعها ومش منتبه لوجوده اصلا، لكن كل الاطفال كانوا ملمومين حواليه. راح شاور وقال: مين البنت اللي هناك دي؟ المدير قالت له: دي بنت اسمها حياة، جت من حوالي شهرين، اتعرضت لصدمة قوية جدا ومن ساعتها وهي مش بتتكلم. والبنت اللي هناك دي اللي اسمها غرام اقرب واحدة ليها، مع ذلك ما حكتلهاش اي حاجة من اللي حصل. تمام، شكرا. حط في دماغه البنت دي وقال ان هو لازم يعرف ماضيها ويعرف ايه اللي وصلها للحالة دي. راح على مديرة الملجأ في المكتب بتاعها: انا عايز اعرف كل حاجة عن حياة الشاذلي. تمام، انا هحكي لك كل اللي حصل. وبدأت المديرة تطلع الملف وتحكي له كل اللي حصل وايه اللي خلاها واصلة للحالة دي. وقتها جاسر اتصدم من اللي حصل معاها وزعل عليها جدا جدا، وقال في نفسه انه لازم يحاول يخرجها من المود اللي هي فيه ده. وراح قال لباباه: بابا انا خلاص لقيت بنت تناسب جدا اللي انا عايز اعمله. ايه، عايز تتبناها؟ لا مش هتبناها، انا عايزه ابقى اروح اقعد معاها واحاول ابقى اتكلم معاها، ولما اعرف هي بتفكر في ايه بالظبط ساعتها ممكن اقول لك نتبناها. تمام يا جاسر يا ابني. جاسر كلم اياد والياس اصحابه وحكوا لهم كل حاجه، دول اصحابه المقربين، وهم حمسوا وشجعوا الفكره جدا جدا. بعد لما خلص المكالمه مع اصحابه احمد قال: ها يا ابني، هتبدا تروح لها من امتى؟ من بكره يا بابا ان شاء الله. في اليوم التاني راح جاسر الملجأ وراح على الغرفه اللي فيها حياه بالتحديد. اهلا، انا جاسر، وانتي؟ فضلت ساكته وحتى ما بصتلوش وحضنت الدبدوب ونفس القعده بتاعتها. انتي ما بترديش ليه؟ حياه بصت له وبعدين نزلت راسها تاني. طب ايه رايك نلعب سوا؟ حياه ما اهتمتش خالص بالموضوع. قام جاب كراسه وقلم ورسم شكل بدايه لعبه او اكس. هو ما كانش عارف خالص انها كانت بتلعبها مع اختها، وقال لها: ايه رايك تعرفي تلعبيها؟ حياه بصت على اللي بيشاور عليه، فتحت عينيها على الاخر، برقت، لان هي دي اللعبه اللي كانت بتلعبها مع اختها. عينيها دمعت. ايه مالك، فيكي ايه؟ في حد زعلك؟ برضه سكتت. مد ايده بالقلم وقال لها: خدي لعبي، لو مش عايزه ما تاخديش القلم. حياه فضلت باسته للقلم، وبعدين رجعت بالذكريات لورا وافتكرت هي واختها هم قاعدين في اوضتهم ودفء الاسره والبيت مالي المكان، وهم بيلعبوا مامتهم بتجيب لهم العصير والشاي، وهم بيذاكروا وهم بيجروا ورا بعض ويوقعوا الترابيزه وهم بيلعبوا مع بعض. بصت كده وهي بتسترجع ذكرياتها ومسحت عينيها اللي كانت مليانه دموع، وبعدين مدت ايديها ببطء ومسكت القلم، واحده واحده بدات تلعب معاه وكسبته الجوله الاولى والتانيه والتالته كمان. جاسر قال لها: لا، ده انتي هتكسبيني كل مره كده، والله عيب عليا، ده انا البرستيج راح في الارض خالص. حياه كتمت الضحك بالعافيه. كتمتيها ليه؟ ما تضحكي. حياه فضلت تضحك جامد وجاسر سرح فيها وقعد يضحك معاها. وبعد حبه من اللعب: طيب انا لازم امشي دلوقتي، بس انا معرفتش انتي اسمك ايه. هو كان بيقول كده عشان يحاول يخليها تتكلم، بس هو اصلا عارف اسمها. حياه جابت الكراسه والقلم وكتبت له اسمها: حياه. الله، اسمك جميل قوي. بصي بقى، انا هبدا اناديكي حياتي، تمام؟ بصت له وابتسمت. سلام انا بقى عشان اتاخرت. وقبل لما يمشي وعدها انه هيجي كل يوم ويتمنى اليوم اللي هيسمع صوتها فيه. مسك ايديها وحط فيها 2 حلاوه، توفي او بونبوني يعني، وهي ابتسمت وشاورت له ايديها بمعنى سلام. وهو مشي. زعلت قوي ورجعت لنفس قعدتها تاني، وافتكرت ان هي مش هتشوفه تاني وانه مش هيوفي ببعضه. فتحت واحده من التوفي واكلتها. حازم كان مراقب من البعيد، واول ما شاف التوفي التانيه اللي معاها راح لها بسرعه وقال لها: هاتي. بصت عليه وبصت على التوفي اللي في ايديها. هاتي يا شيخه، ده انت بطيئه قوي. راح ضربها بظهر ايده على وشها ورم. في ساعتها غرام جريت على حياه وحضنتها وقالت له: حرام عليك بقى يا اخي، انت كويسه يا حبيبتي؟ حياه هزت لها راسها بمعنى ايوه. ابعد عنها بقى، مش انت خدت الزفت اللي انت عايزه؟ ابعد عنها وبطل شر بقى يا حازم. قام حازم راح ضربها هي كمان. غرام قعدت تصوت وتعيط. حياه راحت وقتها ضغطت على ايديها جامد وبصت له نظره وعينيها كلها حمرا زي الدم. حازم خاف جدا من نظرتها ومن شكلها اللي كان غضبان ومشي بسرعه. حياه راحت على غرام واخدتها في حضنها.
غرام قعدت تعيط لحد لما هديت وناموا الاتنين في حضن بعض. اليوم اللي بعده حياة كانت قاعدة نفس قعدتها، وبتتصدم لما تلاقي جاسر داخل عليها. بترفع راسها بتلاقيه جاي عليها ويقول لها صباح الخير. برضه بصت له وهي ساكتة. مش هتقولي طيب الصباح؟ قامت ابتسمت له. طب ايه رأيك نلعب لعبة مختلفة بقى عن امبارح؟ قعدوا هما الاتنين يلعبوا كتير قوي. حياة كانت مبسوطة جدا وهو كمان نفس الحكاية، وحس ان هو اخيرا قدر يخليها تبتسم وتخرج شوية من مود الكآبة. وبعدين مشي جاسر، كان بيعمل كل ده عشان تطمن له. وغرام جت وقعدت مع حياة وقعدوا يهزروا كتير، وحياة بدأت تضحك، كانت بتكتب لها عشان هي مش بتتكلم. وغرام كانت مبسوطة قوي انه بقى فيه استجابة من زيارة جاسر. وخلص اليوم على كده. اليوم اللي بعده مديرة الملجأ قالت يا بنات يا ولاد هنطلع النهاردة فسحة لحديقة الحيوانات، يلا عشان هننزل بدري، يلا جهزوا. كل البنات والولاد فرحوا قوي. اما بقى حياة ما كانتش مهتمة اصلا، رجعت بالذاكرة وافتكرت لما كانت مع عيلتها في حديقة الحيوان، وهي واختها أريج كانوا بيجروا ورا بعض والاتنين بيتخانقوا يأكلوا الحيوان ده ولا الحيوان ده. فضلت تعيط، وفجأة بتلاقي جاسر جه وبيسأل عنها، فبتشاور له، فبيروح لها ويقول لها عاملة ايه النهارده؟ برضه ما ردتش. في فسحة دلوقتي مش هتروحي ولا ايه؟ يلا جهزي. قالت له ان هي مش عايزة تروح بالكتابة. ليه بس؟ ده انا حتى كنت هطلع معاكم. اول ما حياة تسمع كده بتجري بسرعة تغير هدومها اللي جت معاها وهي رايحة الملجأ. اما غرام فلبست لبس من اللبس اللي كان في الملجأ، فستان جميل قوي وكان شكلها زي القمر. راحت تجهز ولبست من هدوم الملجأ، لبست جزمة بنفس لون الفستان وعملت شعرها ضفيرة على جنب، كان شكلها جميل قوي. جاسر اتصل على اياد وقال له انا طالع فسحة مع الملجأ اللي انا فيه مع حياة اللي حكيت لك عنها، تعالى معانا. تمام يا عم، اما اجي اشوف الاطفال دول. وفعلا اياد كمان جه، وبعد فترة كانوا وصلوا لحديقة الحيوانات وكانوا قاعدين يتفرجوا على حيوانات باشكالها وانواعها. المديرة قالت انتوا لو عايزين تتفرقوا اتفرقوا، بس ما تبعدوش عشان ما تضيعوش، بعد نص ساعة اتجمعوا عند الشجرة دي، تمام؟ الكل رد، لكن طبعا كان في مشرفة بتشوفهم من بعيد. غرام قررت تتمشى لوحدها شوية لانها برضو كانت مخنوقة. اما حياة فكانت مع جاسر، انا همشي معاكي مش هسيبك طول الرحلة. وقعدوا يتمشوا وهم بيتفرجوا على حيوانات. كل الاطفال كانوا بيضحكوا الا حياة كانت بتعيط. جاسر لاحظ ده وقعد على ركبته، قال لها المفروض ان دي فسحة ودي حديقة حيوانات، الاطفال كلهم بيحبوا الفسحة دي بالذات، ممكن افهم ايه اللي بيخليكي بتعيطي؟ فضلت ساكتة وهي حضنة الدبدوب بتاعها. راحت عند الشجرة وقعدت، قعد جنبها. يا بنتي فهميني بقى، هو انا هفضل كده اعاند معاكي كتير وتعاندي معايا؟ انت ليه مش عاوزة تتكلمي؟ طب اقولك على حاجة، انا عرفت اللي حصل، وعرفت انك انت فقدتي باباكي ومامتك واختك الصغيرة. برضه فضلت ساكتة وهي بصاله، ودموعها نزلت على عينيها وهي مش مصدقة ان هي دلوقتي في نفس المكان بس من غيرهم، وحيدة. ايوه، بصيت له بمعنى ان هي حاسة انها وحيدة. مسكت ورقة وقلم وكتبت له انا خايفة من بكرة. كان المفروض ان احنا رايحين مكان مفاجأة، المفروض ان المفاجأة دي كانت هتفرحني وتخليني طايرة من السعادة، ده اللي ماما قالتهولي، بس اللي حصل كان غير كده. اللي حصل ان القدر كله فاجئني بان انا مرة واحدة بين لحظة والتانية لقيت ان انا من غير لا اب ولا ام ولا بيت ولا اخت ولا عندي عيلة، بقيت لوحدي بتعرض للظلم، بنام كل يوم وانا حاضنة الدبدوب بعد ما كنت بحضن اختي اريج. انا مش عارفة اخرج من الازمة النفسية اللي انا فيها. انا ايوه طفلة، لكن مش حاسة ابدا ان قلبي وعقلي قلب وعقل اطفال. حاسة اني كبرت يجي 20 سنة لقدام. جاسر قعد جنبها وطبطب عليها وهو بيقرا الكلام بدموع عينيه. اول مرة حالة من الحالات تأثر فيه بالشكل ده. طول عمر بيقعد مع حالات كتير، لكن حالة حياة كانت مختلفة تماما. ومن هنا ورايح قرر انه مش هيسيبها وهيتبناها، وتكون هي دي البنت اللي تنور حياته وهو كمان ينور حياتها. ما كانتش بالنسبة له مجرد حالة، حياة كانت بجد نقطة غيرت حياته المهنية تماما، لأنه عمل بحث عنها. وقتها اهتز قلوب ناس كتير قوي عليها، وناس كتير جدا كانوا بيتمنوا يساعدوها. قدر فعلا ان هو يعالج حالتها.
حياة رجعت تتكلم وعاشت في بيت جاسر على إنها بنته. طبعا هما الناس كلهم عارفين إن هو مش متجوز ومش مخلف، وعارفين إن هي دي بنته بالتبني. ربنا عوض حياة خير، الله أعلم. الناس كلها بيتعرضوا لمواقف بيكونوا شايفينها أبشع ما يكون، ومبيكونش عارفين إيه الخير من ورا اللي حصل ده، رغم إن إحنا بنشوفه قد إيه شيء بشع، لكن سبحان الله بيكون من وراه خير جدا. إحنا بشر ما نعرفش ولا نعلم، ربنا هو وحده اللي عالم بالخير. مهما كان انت شايف الموقف صعب، الأقدار كلها بإيد ربنا، وأي حاجة ربنا بيعملها بتكون خير. مستنياكم في قصة جديدة بكرة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، وحشتوني قوي. يا ريت تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. القصة النهاردة قصة حقيقية، تعالوا بينا نشوف بتقول ايه. اسمي عصام، عندي 32 سنة، أب لطفل وطفلة، ودي مراتي علياء، موظفة الشركة زي ما كانوا بيقولوا عليها، أمورة جدا. أنا اللي خطفتها من وسط كل دول، بس فكرت أخونها. أيوة، ما تستغربوش، أنا بقولها بكل ما فيا. كنت عايزة أخونها، كنت عايزة أطلع من الجو الروتيني اللي كنت عايش فيه. هي جميلة ومهتمة بجمالها جدا، دايما 24 ساعة قدام المراية، رغم إنها أم لطفلين، لكن هي دايما عمرها ما أهملت في نفسها، ودايما بتهتم بنظافتها الشخصية. بحبها وما أقدرش أقول غير كده، بس برضو الراجل مننا عايز إيه غير واحدة تهتم بيه؟ الشكل مش كل حاجة، أنا عاوز واحدة تهتم بيا 24 ساعة في ال 24 ساعة. وبعد أول سنة جواز لقيتها انشغلت انشغال تام، كانت مشغولة عني. ما ارجع من الشغل هلاقيها مهتمة بأطفالها وسايباني. ما تلوموش عليا اللي فهمتها كتير، وقلت لها إني محتاج رعاية زيهم، تعتبرني واحد من أطفالها. بس هقول إيه، مفيش فايدة. كانت دايما بتهتمي بيهم وتقول إن هم صغيرين، وإن أنا مش محتاج الرعاية والاهتمام ده كله. كانت شايفة إن هي عاملة عليها وزيادة. هحكي لكم القصة من الأول خالص. أنا اسمي عصام، كنت بشتغل في شركة، موظف صغير، وهي كانت أكبر مني في الدرجة في نفس الشركة اللي أنا شغال فيها. عمرها ما لفتت انتباهي، رغم إن كل الموظفين كانوا بيقولوا عليها إن هي مزة وإنها صاروخ. كانت لفت انتباهي اهتمامها بنفسها، وإن هي كمان ما كانتش بتكلم أي حد من الزملاء خالص. لكن في يوم لقيتها بتعامل واحد بطريقة خاصة، كانت بتكلمه لمدة تقريبا ربع ساعة واقفين بيتكلموا مع بعض. من اليوم ده تحديدا لقيت نفسي في حاجة بتجذبني ليها، ما كنتش عارفة أحددها، بس اتغصت لما لقيتها مدياله مساحة إن هو يتكلم معاها كل ده. مش عارف ليه حسيت إنه اشمعنى أنا، يعني أنا المفروض أحلى واحد في الشركة، إزاي ما تبصليش؟ الموضوع كبر في دماغي وقعدت أفكر لحد ما قررت إنه خلاص هو ده الوقت إن أوقع رجليها، وأنا لما أحط حاجة في دماغي لازم أعملها. اللي ضايقني أكتر إني حاولت معاها أكتر من مرة قبل كده وهي كانت بتصدني، لحد ما يئست منها وقررت أشوف شغلي وانتبه ليه أكتر من كده. أيوة، ما هو مش أي واحدة كده توقعني أسيب شغلي ومستقبلي علشانها. وكنت بحاول إن أنا أنتبه أكتر لشغلي، وكنت بتكلم مع المدير في مرة، لكن وأنا بتكلم معاه كنت مركز جدا جدا في الكلام المهم اللي كنت بقوله. وفجأة شميت ريحة برفانها سابقاها، وسمعت خطوات رجليها وهي بتقرب. كنت عارف إنها هي من ريحة برفانها اللي كانت سابقاها. حاولت أتجاهل وكنت بتكلم مع المدير وبمنتهى الجدية، لكن مجرد ما حسيت إنها بتقرب مني حسيت إني ارتبكت مع المدير وما كنتش عارف أنا بقول إيه وبجمع الكلام بصعوبة. ومرة واحدة المدير قال لي: إيه القمر اللي جاي علينا ده؟ كملت كلام وتجاهلت مغازلته ليها. قربت هي من جنبنا وأنا كنت بتعمد أعلي صوتي وباين إن أنا بتكلم بجدية ومش مهتم بيها أصلا. في الحقيقة أنا قلبي كان مخطوف وراها وما كنتش سامع ولا كلمة من المدير كان بيقولها. كنت مركز معاها ومع جمالها، رقتها وتنكتها. هجيبك يعني هجيبك. عدت الأيام، وفي يوم كان في اجتماع مهم جدا في الشركة، وهي اللي كانت مسؤولة تشرح لنا عن الموضوع اللي هيتم. هي اللي كانت صاحبة الفكرة دي. كانت فكرة طرقعت سمعت في كل الشركات اللي حوالينا. إعجابي بيها زاد، يعني مش بس جميلة، دي كمان محترفة في شغلها. بعتذر منك يا أنسة علياء، بس أنا عندي تعليق على اللي قلتيه. أعتقد إنه ده ما ينفعش، لأنك ببساطة لو نفذتي مشروعك اللي في دماغك ده ممكن نفتح علينا أبواب كتير مش هنعرف نقفلها، ده غير منافسينا اللي هيكونوا نفسنا في كل مكان.
انا عندي اقتراح ليكي. ايه رأيك تقعدي في البيت؟ تربي العيال وتخدمي جوزك. بصراحة انت مكانك الاصلي والحقيقي مفروض يكون في البيت وسط عيالك وجوزك. ايه رأيك في الكلام ده؟ الكل اتصدم وضحك على اللي قاله. قرب اكتر منها وبيقرب ببطء وقال لها: بالمناسبة السعيدة دي وان كل اللي في الشركة متجمعين هنا، احب اقولك انا طالب ايديكي، واكون سعيد جدا لو وافقتي تتجوزيني، واوعدك انك عمرك ابدا ما هتندمي على القرار ده لو وافقتي. اعتقد ان انا عريس لقطة، ولا ايه رأيك؟ الكل وقتها كان فرحان جدا والكل جه هنا وبارك. وبعد مرور 2 من الجواز اتغيرت تماما علياء، وبعد ما كانت فلة شمعة منورة بقت ام لطفلين، منهم واحد لسه بيرضع. فطبعا انتوا متخيلين قد ايه كانت بتعاني معاه طول الليل. فطول النهار نايمة، وطول الصبح هو اللي قاعد مع بنته الصغيرة بيراعيها ويشوف طلباتها. اتخنقت، خلاص اتخنقت، ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. دي عيشة بقت تقرف. كل يوم ارجع من الشغل الاقي اكل على النار بيشيط، والبنت الصغيرة جعانة. يا رب، انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ ما انا كنت عازب، ما كنتش عارف ان انا داخل على بلاوي سودة. انا زهقت من الحياة الزوجية ومن الروتين ده كله. وتعدي في ايام لحد ما في يوم: انا جمعكم النهاردة عشان اقول لكم قرار مهم جدا. انا نازله مصر ان شاء الله كمان اسبوع. اتمنى ان الصفقة اللي احنا متفقين عليها تكون جاهزة، والا شركتنا المسؤولة عن شركتكم هتلغي التعاقد تماما. واتمنى بقى ان كل الموظفين يبطلوا اهمال، لان احنا شركتنا ما بتتعاملش مع ناس مهملة. فقدامكم مهلة اسبوع بالكتير، وكل حاجة تكون جاهزة عشان لما هنزل همضي الاوراق على طول، ما عنديش اي وقت اضيعه. بالمناسبة كان في موظف اسمه عصام تقريبا او معتصم، مش فاكرة. الموظف ده كتبت له على الايميل كذا مرة وما كانش بيرد. انا عصام، واتمنى ان حضرتك تتكلمي معانا باسلوب احسن من كده. احنا برضو شركة مش قليلة ولينا اسمنا في السوق، واعتقد ان انا عملت اللي عليا وزيادة مع شركتكم. وعلى فكرة انا شفت الايميل وتجاهلته، لاني اعتقدت ان هو ايميل مش معروف، كان من مصدر مجهول، عشان كده ما ردتش عليه. ده اسمه تسيب يا استاذ عصام. الايميل اللي بعته كان موثق، وكان ايميلي الشخصي، وما اسمحلكش انك تقول على ايميلي الشخصي ان هو غير معروف او مجهول المصدر. تمام؟ ويا ريت بعد كده تهتم بكل الايميلات اللي تيجي عندك، لان كلها ايميلات شغل مهمة، واي تاخير في الرد ده بيسبب خسارة كبيرة جدا للشركة. وقتها عصام اتعصب قوي من ردها المفاجئ ليه، وانها مسحت بكرامته الارض قدام كل اللي موجودين، ومن ثقتها وتناكتها زيادة عن اللزوم دي، وقرر انها لما تنزل هو يعرف شغلها معاها. اهلا وسهلا يا عصام، بصراحة انا فخور بيك جدا جدا على المجهود الرائع اللي انت عامله. انت قدرت فعلا تكسب ثقة الشركة، ومضينا معاها عقد حلو جدا. اللي احنا مضيناه ده هينقل شركتنا في مكان تاني خالص. بجد شكرا من قلبي يا عصام. انا مش عارف لولا وجودك معانا في الشركة كنا عملنا من غيرك ايه. اكيد كنا ضيعنا يا ابني. عصام كان فرحان جدا بالكلام اللي كان بيسمعه من مديره، لكن عكن عليه وقال له: احب اقولك نرمين الوسيطة بتاعنا هناك في الشركة بتاعت امريكا هتنزل النهاردة، وانت يا حبيبي اللي هتروح تجيبها من المطار. ما لقيتش اكفأ منك يقوم بالمهمة دي. ايوه، ما انت رافع راسي في كل حتة. عصام اتضايق جدا واستغرب من ثقة المدير في ان هو طالبه هو تحديدا، فقال له: طبعا يا سيادة المدير، انا بشكر حضرتك جدا على ثقتك الغالية دي، لكن معلش يعني انا بعتذر لحضرتك عن الموضوع ده. انا اصلا مشغول ومش فاضي يعني، فيا ريت تشوف حد غيري يعني. انا اسف، واكيد حضرتك عارف انا عمري ما اتاخرت عنك في اي طلب، بس معلش بقى مشغول، هنعمل ايه؟ بصراحة بقى انا لا مشغول ولا حاجة، بس الست اللي انت بتقول عليها دي اهانت كرامتي قدام كل اللي موجودين في الاجتماع، وانا بقى ما عنديش اي استعداد ان اشوف خلقتها تاني. ده انا اصلا جاي اطلب منك اجازة انها لما تنزل مصر ما كنتش انا موجود في الشركة اساسا، لانها ست لسانها طويل، وانا ما اضمنش اعصابي بصراحة. انا ممكن اخسرك الشراكة معاها اصلا. المدير اتعصب قوي من كلامه ومن جرأته في الكلام ومن رفضه كمان للطلب. عصام فضل يتكلم بعصبية ويعلي صوته، وكان بيأفور قوي يعني الصراحة. فالمدير كان ضاغط على اعصابه عشان ما يخسرش عصام، لان هو بيعتبر عصام من اكفأ المشغلين عنده هنا في الشركة. لكن فجأة بعد ما صبر كتير طلع فيه وقال له: جرى ايه يا عصام؟ انت نسيت نفسك يا ابني ولا ايه؟ انا المدير بتاعك، ولما اقولك على حاجة يبقى تنفذها. انا اضرب مصلحة الشركة، وإياك يا عصام، إياك تخسرنا الشراكة دي. البنت دي مهمة عندي جدا،
زي ما انا متمسك بيك فانا متمسك بيها هي كمان. عصام ده امر. راح عصام المطار وهو عمال بيهف. ادي الهنا اتاخرت اهي، بقى انا عصام بجلاله قدري اجي استنى واحده زي دي في المطار؟ انا اللي جبته لنفسي. كان هيجرى ايه لو كنت قلت له لا في وشه كده؟ انا استناها قال. ماشي ماشي يا هانم يا غندوره. بدل ما انت سيادتك واقف تكلم نفسك كده، ممكن تيجي تساعدني في الشنط؟ يعني اهم اعتقد من كلامك لنفسك، ولا ايه رايك؟ اتعصب قوي من طولة لسانها وراح ناحيتها عشان يمسك الشنطه ويجرها بدلها. وفي اللحظات دي كانوا هما الاتنين بيبصوا لبعض نظرات غضب وتوعد. على فكره انا حضرتك مش شغال عندك، انا جاي بس استقبلك من المطار لان المدير كلفني انا شخصيا بالموضوع ده، فياريت نتكلم باحترام وبأدب عن كده. انا فاكر كويس جدا اول مقابله ما بينا كانت في الاجتماع، حضرتك فاكراه ولا ناسياه؟ فياريت ما تخطاش حدودنا مع بعض، لان احنا في الاول وفي الاخر زملاء في الشركه. تجاهلت كلامه وما ردتش عليه وركبت معاه العربيه، قعدت وراه مع الشنط طول الطريق وهو متضايق، حاسس ان هو السواق اللي جابه لها ابوها. فاتعصب قوي، وكل ما يبص في المرايه يلاقيها قاعده متنكه كده وحط رجل على رجل. فكان بصراحه الموضوع مستفزه قوي، وخصوصا انها قاعده ورا مش قدام، وافتكر انها بهدلته قدام كل زمايله في الشركه. من كتر غضبه قال لها بقول لك ايه يا انسه، على فكره انا مش السواق اللي جابهولك باباه، يعني المفروض تقعدي قدام مش ورا. يعني اعتقد ده 1 2 3 الذوق يعني ذوقيا، لولا ان المدير قال لي ما كنتش جيت المشوار المنال ب60 نيله ده، فانا المفروض اركن على جنب دلوقتي وانزلك تقعدي قدام، بس انا مش هعمل كده اما نكمل المشوار المنيل. حضرتك رغاي قوي وصدعتني. معاك برشام لصداع ولا اقولك؟ لا كفايه قوي انك تمشي وانت ساكت وتبص قدامك عشان ما تفورش دمي اكتر من كده. انا مش عارفه انا مستحملاك ازاي طول الطريق، واحمد ربنا اصلا ان رضيت اركب معاك. انا كمان مغصوبه ان اركب معاك، ومغصوبه كمان انك انت اللي تيجي تستقبلني في المطار، ولو كنت اعرف انك انت اللي هتيجي ما كنتش هنزل مصر من اساسه عشان ما اشوفش خلقتك، اقصد خلقه حضرتك يعني. فياريت تبص قدامك وتمشي وانت ساكت، والا اعتقد ان المدير بتاعك هيزعل منك قوي على التصرف اللي انا هعمله. فما تخلينيش هاذيك في شغلك. ما اعتقدش ان التقرير اللي انا هكتبه عنك هيفيدك كتير، ممكن ينزل درجاتك كتير جدا. فبقول كده خلينا حلوين مع بعض، وتكمل وتوصلني للاوتيل وانت ساكت. عصام وقتها كان متعصب جدا جدا، وكان بيحاول يسيطر على اعصابه لكن ما كانش قادر. فاض بيه لحد ما وصل للاوتيل، وهناك الريسبشن قال متاسف جدا يا فندم، الغرفه اللي كانت محجوزه باسم انسه نرمين حصل لها عطل فني، بتاع التكييف جاي يصلح العطل دلوقتي. اتمنى ان اعتذارنا يوصل لكم، وانا اسف جدا يعني بصراحه الاوتيل عندي هنا كله مليان، بس ممكن بكره ان شاء الله غرفه تفضى وموقعها متميز. ايوه يعني انا هبات فين دلوقتي؟ انت بتقول بكره؟ بكره ليه؟ هنام انا في الشارع النهارده مثلا؟ على فكره انت لو ما وجدتليش اوضه حالا دلوقتي انا هرفع الاوتيل ده قضيه وهكسبها، وساعتها ممكن اقفلها لك. فبقول لك ايه، انجز كده وقصر وشوف لي اوضه ارتاح فيها، واحسن اوضه عندك، والا والله الموضوع ده ما هيعدي على خير. اسكت انتي، انا اللي بتكلم. خليك معايا انا يا فندم. طيب بما انكم ما عندكمش غرف دلوقتي فانا هديك مهله ساعه واحده، ساعه واحده والغرفه تكون جاهزه. لو خلال ساعه الغرفه بتاعت انسه نرمين ما كانتش جاهزه، شركتنا هتضطر ترفع على الفندق ده قضيه وساعتها هتكسبها، وساعتها بقى انت عارف هيحصل شوشره عامله ازاي في الفندق عندكم. فيا اما توجد لها غرفه خلال ساعه، يا اما انا اسف بقى على الله هيحصل للفندق بتاعكم. طبعا الموظف اللي على الريسبشن قلق جدا من الكلام ده وقال له خلاص يا فندم اتفضلوا في الاستراحه، وان شاء الله خلال ساعه بالظبط الاوضه هتكون جاهزه، اتفضلوا وانا هتابع الموضوع ده بنفسي. وقتها نرمين كانت فرحانه جدا ان في ظهر وسند ليها، وان عصام دافع عنها واخد حقها. لكن لما قعدت في الريسبشن كانت بتتكلم في التليفون وبتتكلم بعصبيه جامده قوي، وصوتها كان عالي. يا بنتي بقولك مش هينفع، النهارده بالليل لازم الورق ده يكون عندي. هو انتم فاكريني ايه بهزر معاكم؟ انا معايا عقد، والعقد ماضي من مدير شركتكم بنفسه. لو ما حصلش اللي انا طلبته وفي خلال الوقت المحدد ساعتها ما تلوموش الا نفسكم، تمام؟ كان عصام بيتابع المكالمه من بعيد لبعيد، وكان بيسمع منظرها وصوتها العصبي وهي بتتكلم في التليفون، لكن كان معجب بيها قوي. قال هو احنا مش هنخلص من نبره صوتك العاليه دي؟ طول الطريق صوت عالي، حتى في الريسبشن كمان صوتك مسمع على اخر الفندق، والله عيب كده بجد، فضحتينا. وقتها اتعصبت قوي من كلامه، فقررت انها تنهي المكالمه. ده هنا في استظراف واضح كده.
ما هو يوم باين من اوله. انا عارفه صبحت بوشتميني النهارده، هو ده السبب في كل البلاوي اللي بتحصل دلوقتي. عموما يا منار، لو اللي انا عايزاه ما تمش خلال الوقت المحدد، ساعتها انا هضطر اتصرف تصرف مش هيعجبكم. يلا مع السلامه. بقول لك ايه يا جدع انت، انا مستحملك من الصبح وعمال اقول عشان الشركه وعشان المدير وعشان ومش عاوزه اذيك في اكل عيشك، فبقول لك ايه بقى، ما تتخطاش حدودك معايا احسن لك. كفايه ان ابتديت بوشك النهارده وانت سبب في كل المشاكل اللي بتحصل لي. هي ساعه هتقعدها معايا بالطول بالعرض، تمام؟ ما اسمعش فيهم صوتك، لان انا مصدعه وانت صدعتني بزياده، فبعد اذنك بقى تلزم حدودك، عشان انا بصراحه زهقت. عصام كان مستغرب جدا من طريقه كلامها الوقحه. طب بقولك ايه بقى، بما انك جميله كده وصوتك بيعرف يعلى، فحب اقولك كلمتين ملهمش تالت. صوتك يعلى على الموظفين اللي تحت ايديكي، لكن انا يا شاطره مش موظف صغير، انا بقالي 15 سنه شغال في الشركه دي، يعني مش هيعرفوا يستغنوا عني بسهوله عشان استنى 15 سنه ايه يا بابا؟ انت عارف ان الشركه اللي انت شغال فيها دي بتاعت جدي، يعني انا اقدر اخليه يرفدك بمنتهى البساطه لو كنت حتى شغال 25 سنه. ده انت بتهدديني بنفوذك بقى وانك واصله وكده. طب عموما احب اقولك ان شركتك دي اشبعي بيها انت وجدك، انا بقى خبرتي اللي اخدتها طول ال 15 سنه يشغلوني في افخم واجدع شركه، ومش بعيد قوي انافس شركتكم واخليها تنزل لسابع ارض. انا اقدر زي ما رفعت شركه جدك ارفع شركات تانية، ده انا كمان ممكن اروح شركات المنافسين ليكم، وانت عارفه بقى لما اروح شركات المنافسين ليكم واديهم اسرار الشركه اللي هيحصل. وعموما انا سايبك هنا لوحدك وشوفي حل في مشكلتك انت لوحدك. استنى لو سمحت، انت بجد هتسيبني لوحدي هنا؟ ما ينفعش، دي مش اخلاق رجوليه ولا شهامه اصلا، بغض النظر عن الخلافات اللي بينا يعني، بس ما ينفعش كجنتلمان يعني تسيب واحده ست في موقف زي ده. انا ما اقدرش اقعد في الاوتيل هنا لوحدي من غير راجل، ممكن ياكلوني، لازم يعرفوا ان في راجل معايا في المكان. لو سمحت ابقى معايا لحد بس ما اسكن في الاوضه، وانا اوعدك ان اي خلافات حصلت بينا مش هبلغ بيها اي حد خالص كانها ما حصلتش. بس ما تسيبنيش دلوقتي، انا بخاف ان انا ابقى لوحدي، وخصوصا في المكان هنا انا ما اعرفش اي حد هنا، وانت لازم تفضل معايا لحد ما اطلع اوضتي بسلام، انا امانه في رقبتك. طب انت تعرفي اهو تبقي مسكينه، صوتك مش عالي على طول يعني، ليكي نقطه ضعف زي البني ادمين والبشر. عموما عشان انتي كيوت كده فانا هقف معاكي واساعدك لحد ما تخشي اوضتك، مش علشان اني خايف من تهديدك مثلا او انك هترفديني من الشغل، بس عشان انا راجل شهم. وفعلا فضل معاها لحد ما استلمت اوضتها، طلعت وقعدت تسلم على اصحابها على الماسنجر وعلى الواتساب اللي كانوا بيهنوها برجوعها مصر اخيرا بعد غياب طويل جدا. لكن وهي بتتكلم مع اصحابها كلهم كانت حاسه ان في حاجه جواها مخليها فرحانه، طايره من السعاده، مش عارفه بقالها كتير ما فرحتش وقلبها دق كده. سرحت مره واحده وسابت اللي كانت بتكلمهم وتخيلته صورته وهي قدامها، قد ايه كان شاب وسيم، وكمان مرضيش يمشي ويسيبها غير لما اطمن عليها. اما هو فمشي، وفي اللحظه دي تحديدا حس انه كسر الروتين الممل اللي في حياته. دخلت جواه حاجه كده شعنونه برجلت له عقله وبرجلت له قلبه وخلته يفكر فيها. قعدت ايام كتير وما كانش بيرجع البيت غير وش الفجر. اما علياء فكانت بتحاول تضيع معظم وقتها مع ولادها، وخصوصا بنتها ملك اللي كانت بتحاول تعوضها عن فقدان باباها اللي ما كانش دايما موجود في البيت. وكانت بتحكي لها في مره حدوثه قبل النوم، لكن كانت عماله تحكي ومتخيله ان ملك مركزه في كلامها، لكن اتفاجئت ان ملك مش مركزه خالص. ملك، انا عارفه انك مش مركزه في كلامي، وعارفه اني بحاول اعوضك عن غياب باباكي، بس اعمل ايه؟ ما هو غصب عنه. لا يا ماما، مش غصب عنه ولا حاجه، بابا اكيد عنده وقت، هو مش كل ده في الشغل يعني؟ انا ما شفتش انسان بيخرج الصبح كده ويرجع وش الفجر كل يوم، معقول كل ده شغل؟ هو مفيش اجازه عنده ولا ايه يا ماما؟ بابا وحشني قوي، وانا بقى النهارده ناويه ما امشي غير لما اسلم عليه. ايوه انا فايقه اهو، مش تعرفي تنيميني؟ اوف ملك بقى ارحميني، انا كمان متضايقه من غياب باباكي عن البيت بالشكل ده كله، لكن انا ما اقدرش اتكلم معاه، ممكن يتضايق، وبعدين انت عارفه هو بيتعب قد ايه عشان يجيب لك كل اللي انت نفسك فيه. مش انت بتطلبي منه العاب كتير وبيجيبها لك، صح ولا غلط؟ مش انت كل لما تصحي من النوم
تلاقي بابا جايب لك حاجات حلوه على السفره بره قبل ما تروحي المدرسه. يا حبيبتي بابا بيحبك جدا وما يقدرش يستغنى عنك، هو بس مشغول. افهمها لك ازاي دي بس عشان تفهمي؟ تعبتيني. ارجوكي بقى يلا نامي. لا يا ماما مش هنام يعني مش هنام، والمره دي بقى مش تعرفي تنيميني غير لما استنى بابا. انا كل يوم بنام بدري واصحى الصبح ما الاقيهوش، الاقيه راح الشغل. المره دي انا مصممه ان انا مش هنام غير لما اشوف بابا. بابا وحشني قوي. هو مسافر يعني ولا مسافر؟ ده حتى لو كان مسافر كان هيجي اجازه. وقتها ما كانتش عارفه ترد على بنتها تقول لها ايه. بعد ما نيمتها بصعوبه دخلت اوضتها. كان وقتها هو رجع وبيدخن سيجارته في بلكونته وبيفكر في نرمين وجمال نرمين ورقة نرمين، حتى كمان المشاغبة اللي بتشاغبها نرمين. وفجأة دخلت علياء عليه وما كانتش تعرف انه في بلكونة. اتخضت اول ما شافته واقف. انت جيت امتى؟ ازاي يعني تكون جيت وما تجيش عليا الأوضة انا وبنتك ملك عمالة تقول لي عايزة بابا فين بابا؟ طب على الأقل كنت دخلت بوستها وهي نايمة. حرام عليك البنت مفتقداك جدا. شت. كل يوم نفس الاسطوانة المشروخة دي. انا تعبت منك قوي يا علياء. هو انت يا حبيبتي ايه ما بتزهقيش من النكد؟ ما بتزهقيش من الطلبات؟ انا تعبت واعصابي تعبت. ده انت بقى اللي عايش حياتك بالطول وبالعرض وسايبني انا وبنتك وعيالك. عمرك ما فتحتنا ولا خرجتنا ولا حتى قعدت معايا في البلكونه نتكلم كلمتين زي اي اتنين متجوزين. انت اللي مهملني على فكره مش انا اللي مهملاك. هو انا اصلا بتلايم عليك ولا بشوفك عشان اتكلم معاك عشان تقولي ان انا مش مهتمه بيك؟ طب بلاش انا. طب ولادك؟ بنتك دي اللي نفسيتها تعبت وما كانتش عارفه تنام من كتر ما هي عماله مستنياك. اخس عليك. يعني انا عماله اقول يا بنت بلاش تتكلمي معايا بلاش تنكدي عليه، وبعد ده كله اطلع برضو واحده نكديه؟ اخدتني من شغلي قبل ما تكملي الاسطوانه بتاعت كل مره دي احب اقولك ان انا هاخد شنطه هدومي وهمشي من البيت. مش هتشوفي وشي ولا انتي ولا ولادك عشان انا زهقت. ايه الروتين والحياه الممله اللي انتي معيشاني فيها دي؟ انا خلاص تعبت وجبت اخري وفضيه. مش قادر اخبي عليكي اكتر من كده، بس مشاعري ناحيتك اتغيرت وناحيه البيت والولاد. ما بقتش بحس ان انا مرتاح وانا قاعد في بيتي، بقيت بحس ان انا مخنوق. عشان كده بقيت بطول جدا في الشغل وما باجيش غير وش الصبح تكونوا انتوا نمتوا. بقولك ايه، لما ملك تصحى قولي لها بابا سافر وهرجع كمان سنه او 2 او حتى 10. ومشي وساب البيت ورجع الباب وراه. وقتها علياء ما كانتش مصدقه ايه التغيير المفاجئ اللي حصل له ده. ما كان قاعد وسطهم وكان بيحبها وكان بيتمنى لها الرضا ترضى. ايه اللي غيره وشقلب كيانه بالشكل ده؟ وما كانتش عارفه تقول لبنتها المسكينه ايه لما تصحى من النوم. اما هو فخد عربيته بالليل وكان مش طايق نفسه وما كانش عارف يروح فين ولا يجي منين. كان بيفكر ان هو فعلا ما يرجعش البيت خالص. وكان اول واحده بيفكر يكلمها كانت هي نرمين. ما كانش عارف ليه بس حب وجودها في حياته فقرر انه يتصل بيها. لكن هي قالت له الوقت متاخر جدا انك تتصل بيا في الوقت ده، بس ماشي هنزل اشوفك عاوز ايه، تحب نتقابل فين؟ وبعد ما اداها العنوان اللي هو قاعد مستنيها فيه بعد شويه جات له اقدر افهم حضرتك طاردني في الوقت المتاخر ده ليه؟ واشمعنى انا بالذات يعني اللي كلمتني؟ اوعى تقنعني انك انت ما عندكش اصحاب غيري يعني. اللي اعرفه ان انا وانت مش اصحاب خالص ولا قريبين من بعض اساسا. ها كل اذان صاغيه. اتفضل يا مستر عصام اتكلم. الحقيقه انا مش عارفه ابدا كلامي منين بالظبط، وفعلا انت معاكي حق. انا وانت ما يجمعناش اي علاقه عشان اقولك ان انا عاوزه اتكلم معاكي انت بالذات. بس انا مخنوق جدا. انا متجوز ومخلف 2 ومراتي على قدر كبير جدا من الجمال. بس انا مخنوق مش عارف اكمل حياتي معاها طبيعي. بصراحه انا بدون اي مقدمات عايزه اتجوزك واكمل بقيه حياتي معاكي. ومن ناحيه مراتي ما تقلقيش خالص، انا اصلا مش هروح لهم البيت. انا قلت لها ان انا هسافر. انا عايزه ابدا حياتي من جديد وعايزه اكمل حياتي معاكي انتي. نرمين انت فيكي صفات كتير قوي. ثانيه واحده اقف عندك. هو انت لسه هتكمل كلام ولا ايه؟ انا مش موافقه على الكلام الفاضي اللي انت بتقوله. وبعدين اصلا انا ما كنتش عارفه ان انت متجوز ومخلف. اسمعيني. لا ما اسمعش. انت ازاي بتقولي انك انت عاوز تسيب مراتك وبنتك وتكمل حياتك معايا انا؟ يعني انت عايز تبدا حياتك من جديد وترمي المسكينه دي ورا ظهرك؟ انا لو كنت اعرف انك متجوز ما كنتش فكرت ان انزل اقابلك اصلا. انت خدعتني. وعلى فكره عايز اقولك انك انسان اناني. انت بجد انسان اناني انك تفكر في نفسك وعايز تبدا حياتك انت من جديد.
وتسيب ولادك؟ طب مراتك زهقت منها، طب ولادك هان عليك ولادك؟ انا اسفة، ما اقدرش اكون سبب في خراب بيت. قالت له كلام تحس ان هو اديتله دش مية ساقع فوقه. هو فعلا ما كانش عارف ازاي هيعمل كده في ام ولاده. فاق من شروده على صوتها وبتقول له اتمنى اني ما اشوفش وشك هنا تاني خالص، ولا حتى في الشركة. انا هخلي جده يرفدك. ايوه، لانك انت ما تستاهلش انك تبدأ حياة جديدة، انت تستاهل ينكسر رقبتك وتنتهي حياتك اصلا. انسان ما عندكش ريحة الدم. وبعد مرور 7 شهور كان هو عايش وحيد، ما كانش عارف يوري وشه مراته بأي لون ولا بأي شكل. أما هي فقررت إنها تعوض ولادها عن الحنان اللي افتقدوه من الأب. وبعد مرور ال7 شهور قرر يرجع لهم من تاني، لأن حياته كانت ضلمة. عرف فيها قيمتهم وعرف إن هو ملهوش إلا غيرهم، وإن هو من غيرهم ولا أي حاجة. كان عايش ومش عايش، كان عايش جسد بلا روح. ولما رجع وسطهم عرف معنى السعادة الحقيقية. المشكلة كانت فيه هو اللي ما كانش مدوا نفسه المساحة انه يقعد اكبر وقت ممكن مع اولاده واسرته. الاسرة اجمل واحلى حاجة ممكن تحصل لانسان في الدنيا. وخلي بالك ان ممكن الشيطان يحاول النعمة في حياتك تكون لنقمة. متابعين الحلوين، لحد هنا انتهت قصتي. يا ريت لو عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مستنياكم بكرة ان شاء الله في قصة جديدة. اشوفكم على خير.